السلام عليكم، مرحبا بكم متتبعي قناة حلويات الماس. اليوم سأقدم لكم طريقة عمل عجينة الشوكولا بمكونين فقط، والتي سوف أحضر بها ورود لتزيين الكيكات. إذا عجبكم الفيديو لا تنسوا أن تشتركوا في القناة وتتركوا لي تعليقاتكم أسفل الفيديو. أترككم مع المقادير وفرجة ممتعة. في المقادير سنحتاج إلى 150 جرام من الشوكولا. استعملت هذه الشوكولا السوداء، هي بديل الشوكولا في متناول الجميع، ويمكن لكم أن تستعملوا أي نوع تفضلونه. كذلك أحتاج هنا إلى الجليكوز 70 إلى 80 جرام جليكوز. أولا نقوم بتذويب الشوكولا على حمام مائي. نخلط الشوكولا حتى تذوب كليا، ثم أقوم هنا بإضافة الجليكوز ونخلطه معا مع الشوكولا ليتجانس معها كليا. وملاحظة هنا فقط مهمة، وأننا لا يجب أن نبالغ في الخلط لكي لا نفسد العجينة، فقط بهذا الشكل حتى نحصل على عجينة. كما تلاحظون العجينة هنا بدأت تتجمع. بعد ما حصلت على العجينة ككتلة واحدة كما تلاحظون، سوف أضعها على ورق بلاستيكي وأغطيها جيدا لكي لا يدخل الهواء، وأتركها في الثلاجة لمدة ساعتين. هنا كما تلاحظون بعد ما تركتها في الثلاجة سأزيل البلاستيك الغذائي وأخذ قطعة منها. كما قلت سابقا سأخذ قطعة من عجينة الشوكولا وأعمل على تليينها بين أيدينا. ثم أبسطها بالدلاك على ورق الزبدة على هذا الشكل. بعدما بسطتها جيدا أمر إلى تقطيعها إلى دوائر صغيرة، وحجم الدوائر يكون اختياري على حسب حجم الوردة التي تريدونها. أول خطوة هنا سأقوم بعمل قلب الوردة الذي يكون على هذا الشكل، ثم أمر إلى بتلات الوردة. نأخذ كل قرص ونعطيه شكل بيضاوي كما تشاهدون، ثم نكورها على هذه القطعة التي في الوسط بهذا الشكل. أستمر بهذه الطريقة، كل قرص نعطيه الشكل بيضاوي، ثم نلصقه على القطعة التي في الوسط حتى نحصل على الوردة.
بعد ما انتهيت من تحضير الوردة سوف أمر إلى تقطيع الزائد بهذه الطريقة. ثم أمر هنا لتقطيع الأوراق بهذا الشكل. وإعطائها شكل من الداخل بوضع خطوط بالسكين. ونحاول أيضا أن نموجها بهذا الشكل. إذن هذا هو شكل الأوراق بعد ما زيناها بملون ذهبي. وبنفس الطريقة سأزين الورود بنفس الملون. كما تلاحظون هذا النوع الذي استعملته ملون غذائي ذهبي. إذن هذا هو الشكل النهائي للورود والأوراق، فهي تعطي شكل راقي للكيكات، منظرها رائع. أتمنى أن تنال إعجابكم، ولا تنسوا أن تتركوا لي تعليقاتكم أسفل الفيديو، وإلى اللقاء في فيديو آخر إن شاء الله.